واحد من اهم الدروس عندنا وهو الارياز. في الفيديو بتاعنا النهارده احنا هنتكلم عن الارياز بتاعه الرومبس والاريا بتاعه السكوير والاريا بتاعه الترابيزيوم. اهلا بيكم طلاب بريب 1. خلونا نبدا ان شاء الله في ليسن 1 عندنا في يونت 3. ليسن 1 عندنا بيتكلم بعنوان الارياز، وقلنا ان احنا ان شاء الله في الفيديو بتاعنا ده هنبسط المعلومه بشكل بسيط بحيث تفهم الدرس كامل. اول حاجه عندنا الرومبس بيتقسم لايه؟ تعالوا نشوف. بيقولك الرومبس بتاعنا هو باراليلوجرام in which two adjacent sides are equal in length. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ بالراحه. يعني عندنا السايد اللي هو الاي بي ده والبي سي ده، دول عندنا equal in length، تمام؟ وهو الرومبس يعتبر باراليلوجرام، واحنا كنا خدنا قوانين الباراليلوجرام وخواص الباراليلوجرام. وبعدين بيقول لك معلومه تانية ان السايد بتاعت الرومبس كلها ار ايكوال ان لينس. يعني الاي بي ايكوال البي سي ايكوال السي دي ايكوال الدي اي. يبقى دي المعلومات اللي عندنا. وبيقول لك بقى ايه كمان؟ بيقول لك الدايجونال اوف رومبس بيربنديكولار اند بايسيرت اتش اذر. يعني ايه يا مستر؟ يعني هو كاتب هنا الاي سي بيربنديكولار على البي دي، الاي سي ده بيربنديكولار على البي دي. يعني ايه بيربنديكولار؟ يعني انا مثلا لو جبت القلم ده والقلم ده وعملت كده، يبقى الشكل ده بتاعنا بيربنديكولار، ويبقى الحته دي عندنا بكام؟ ب 90 ديجري. تمام، يبقى احنا كده عرفنا المعلومات دي. تعالوا بقى نخش في الدرس بتاعنا. بيقول لك ايه هي الاريا بقى بتاعت الرومبس. الاريا بتاعت الرومبس عندنا هو قانونين، قانون قديم وقانون جديد. القانون القديم بتاعنا اللي هو السايد في الهايت. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو قال لك هو مديك السايد لينس مثلا ب 12 والهايت ب 6، يبقى 12 باي 6. جميل. ممكن بقى انا عملت لك شويه اختصارات هنا علشان ما تقعدش تعوض وتعمل ايكويشن وكده. هنيجي نبص هنا مع بعض، هنلاقي ان هو لو طلب السايد لوحده يبقى عندنا الاريا على الهايت، ولو طلب الهايت لوحده يبقى الاريا على السايد. كده كل الكلام اللي احنا بنقوله ده قديم. لما نيجي نبص بقى على الكلام الجديد عندنا، بيقول لك الاريا القانون بتاعها بتاعت الرومبس هاف في الدي 1 في الدي 2. مين الدي 1 والدي 2 دول يا مستر؟ الدي 1 اللي هو diagonal 1، دي 2 اللي هو diagonal 2. يبقى احنا عندنا الاريا لما يجي يقول لك عاوز الاريا ومديك دايجونال 1 ودايجونال 2، وهنشوف الكلام ده بامثله اكيد، يبقى احنا نقول له هاف دي 1 باي دي 2. لو هو بقى عاوز سبيسيفيكلي مثلا الدي 1، هنقول له ايه؟ هتبقى 2a على الدي 2. لو هو قال لك انا عايز الدي 2، هيبقى 2a على الدي 1. والدرس ده يعتبر اغلبيته حل، فخلونا نبص كده على المسائل اللي عندنا. اول حاجه عندنا في example 1 بيقول لك a rhombus with a diagonal length of 8 سنتيمتر and 10 سنتيمتر. هو عاوز الاريا بتاعت الشكل ده. طبعا احنا جينا لسه واخدين حالا القانون بتاع الاريا بتاعنا ايه يا مستر؟ قلنا ان الاريا بتاعتنا هنيجي نروح قايل له كده ال A equal الهاف باي دي 1 باي دي 2. لو جينا بقى نعوض في القانون عندنا، هو مديك diagonal 1 ب 8 ودايجونال 2 ب 10، مفيش اسهل من كده. هنيجي نروح قايل له يبقى الاجابه بتاعتك يا باشا هتبقى الهاف باي ال 8 باي ال 10. الكلام ده كله عندنا بيساوي كام؟ بيساوي 40 سنتيمتر سكوير. يبقى ده اول شكل عندنا. لو جاب لك الاثنين دايجونال يبقى هنعمل هاف دي 1 باي دي 2. نبص بقى على شكل الاسئله المسائل اللي بتيجي في الامتحان. بيقول لك a rhombus of area 24 square inch. يعني هو دلوقتي ايه؟ مديك الاريا، وبيقول لك اللينس اوف one of its diagonal is 4. يعني هو مديك واحد من الدايجونال ب 4. هنعمل ايه يا مستر؟ سهل. تعالوا بقى نحلل الحاجات اللي عندنا. قلنا دي كده احنا عارفين ان دي الاي، ودي وليكن هي الدي 1. هنعمل ايه؟ هنكتب القانون بتاعنا بكل بساطه. هنيجي نروح كاتبين برضو الاي ايكوال هاف باي دي 1 باي دي 2. هنقوم معوضين بقى في الكلام اللي ظاهر قدامنا ده دلوقتي. هنيجي نروح قايلين له والله يا باشا الاريا بتاعتك بكام؟ ب 24. يبقى 24 هتبقى ايكوال هاف باي الدي 1 اللي هي 4 باي الدي 2. عارفين ان احنا لما نيجي نعمل هاف في الفور هتبقى 2، فتبقى 24 هتبقى ايكوال عندنا ايه؟ هتبقى ايكوال 2 باي الدي 2. علشان نجيب الدي 2 لوحدها هنعمل ايه؟ هنعمل 24 اوفر 2. فبالتالي طلع لنا الدي 2 12 انشز. شايفين المسألة بقت سهلة ازاي؟ كل اللي عملناه مجرد ان احنا عملنا ايه؟ عوضنا. فخلونا بعد كده ننتقل على الحاجة اللي عندنا بعد كده. بعد كده عندنا سؤال من الأسئلة المهمة، وهو مش صعب خالص بس محتاج إن أنت تبقى مركز معاه. بيقولك ABCD is a rhombus with a diagonal intersect at M. يعني هو في diagonal، الدايجونال ده بيقطع في نقطة اسمها M. بيقولك الام دي اللي هي الحتة دي ب X، والام سي ب 2 X بلس ال 5. هو عاوز الاريا على شكل ال X مرة، ولما تجيب شكل ال X تعوض مكان ال X بكام؟ ب 4. تعالوا بقى نحل المسألة دي مع بعض.
اول حاجه عندنا لو تاخدوا بالكم احنا عارفين ان ده كله ايه دايجونال وده ايه دايجونال، يبقى احنا كده عندنا اتنين دايجونال. ففي حاجه بتقول لنا ايه، ان احنا عندنا الدي ام هتبقى ايكوال البي ام. يعني ايه يا مستر؟ يعني الحته دي قد الحته دي، لان هو بيقطع في النقطه دي، فبالتالي الحته دي قد الحته دي. وفي نفس الوقت برضو عارفين ان الاي ام هيبقى ايكوال السي ام. الاي ام ده ايكوال السي ام ده، فبالتالي لو ده باكس ده يبقى بكام؟ ده يبقى باكس. ولو ده ب 2x بلس 5 ده يبقى بكام؟ 2x بلس 5 برضه. يبقى احنا كده عرفنا الحل بتاعنا هيبقى ماشي عامل ازاي. تعالوا بقى نجيب الاول الدايجونال ده والدايجونال ده. مثلا عايزين نجيب ايه الاول؟ مثلا نجيب مثلا الاي سي. لو جينا قلنا الاي سي اللي هو دايجونال اي سي ده هنعمله ازاي؟ هنقول له والله يا مستر ده هيبقى 2x بلس 5 مره بلس برضو 2x بلس 5 مره. فبالتالي الاجابه بتاعتنا هتبقى ايه؟ 2x تبقى 4x، 5 و5 هتبقى 10، فيبقى 4x بلس ال 10. نيجي بقى نجيب له البي دي. البي دي بتاعتنا هتبقى ايه يا مستر؟ x و x، يعني x بلس x اللي هي هتبقى عندنا بايه؟ 2x. يبقى احنا كده جبنا الاي سي والبي دي. دول مين؟ دول اللي هم التو دايجونالز. فهو عايز الاريا، فالاريا هتبقى ايكوال هاف باي دي 1 باي دي 2. ما تتخضش ان المساله فيها رموز او حاجه، لا عادي جدا، احنا بنحل زي ما احنا عارفين. تمام. يبقى قلنا هاف باي دي 1 باي دي 2، جبنا مين؟ الهاف باي دي 1، وليكن اللي هو عندنا ال 2x في مين؟ في ال 4x بلس ال 10 اللي هو ال d2. هل احنا عشان نعرف نحل الكلام ده؟ اكيد هنعرف نحل. هنعمل ايه بقى يا مستر؟ هنودي دي مع دي، فيبقى عندنا ال x هتبقى ملتبلاي ال 4x بلس ال 10. حد عارف يقول لي هنعمل ايه؟ هندخل ال x جوه، فبالتالي هتبقى 4x باور 2 بلس 10x. يبقى احنا جبنا له شكل الاريا على شكل الارسات. هو بقى عاوز الاريا بتاعته لما بتبقى بكام؟ هيكتب لك كده when x equal 4. نقول له والله when x equal 4 عندنا هنشيل كل x ونعوض مكانها بكام؟ ب 4. هتبقى 4 باي 4 باور 2 بلس 10 باي 4. تاني احنا بنعوض فين؟ احنا بنعوض هنا. يبقى احنا كده جبنا المسألة بتاعتنا. هنكتب الرقم ده على الكالكوليتر الجميلة، هيطلع عندنا الإجابة 104 سكوير يونت. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الرومبس. كل الفكرة ان هي بنعمل ايه؟ هاف دي 1 باي دي 2. لو جاب لك حتى شكل زي ده عرفنا نعملها ازاي، وقلنا ان ده كل واحد، فبالتالي هنعمل ده بلس ده وده بلس ده، وهنمشي بالقانون اللي هو هاف دي 1 باي دي 2. يبقى احنا كده خلصنا الرومبس بتاعنا. نخش بعد كده على الحاجة اللي عندنا بعد كده. عندنا بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ السكوير. ايه هو بقى السكوير؟ السكوير بيقول لك هو رومبس whose diagonal lengths are equal. الفرق ما بين السكوير والرومبس ان احنا عندنا الرومبس كنا بنعمل دي 1 ودي 2، انما هنا الدي 1 والدي 2 هما واحد. فبالتالي لو جينا عايزين نجيب الاريا هي هاف دي في دي، وعارفين ان الاتنين ايكوال، فبالتالي مفيش فرق ان احنا ممكن نخليها هاف دي باور 2. حلو كده الكلام. يبقى احنا عندنا القانون بتاع الاريا بتاعنا هو الهاف في الدي باور 2. ولو عاوز اجيب الدي لوحدها هتبقى ايه؟ هتبقى روت ال 2 باي ال a. تمام لحد هنا. وبعدين بعدها هنيجي نبص على القانون التاني، وهو القانون اللي خدناه قبل كده. القانون اللي خدناه قبل كده بيقول لك ان الاريا بتاعت السكوير السايد في السايد. تمام. ولو عايز اجيب السايد لوحده هتبقى روت مين؟ روت الاريا. فتعالوا بقى ناخد مسائل على الكلام ده. اول حاجه بيقول لك a square with a diagonal length of 10 meters. هو عاوز الاريا. هو دلوقتي مدير الدايجونال، محدش يقول لي فين الدايجونال التاني بقى، لان هما الاثنين اوريدي ايكوال. فهنقوم عاملين ايه؟ نقول له سهله يا باشا، الايه عندك هتبقى ايكوال هاف دي باور 2، هتبقى ايكوال هاف باي ال 10 باور 2. على طول كده نروح قايل له او نكتب على الكالكوليتر الاجابه هتبقى 50 سكوير انش سكوير مترز. فيبقى كده تمام، خلصنا اول حاجه معانا. نبص بعد كده بيقول لك a square with area of 18 square inch find the length of each diagonal. يعني هو مديك الاريا ومش مديك الدايجونال. هل هنعطل؟ لا يا مستر. هنعمل ايه؟ زي ما حضرتك علمتنا احنا هنكتب القانون. هنيجي نكتب القانون عادي، ال a equal half d square. احنا معانا ايه؟ معانا ال a، يبقى ال a ب 18، 18 equal half في d square. هل احنا كده هنعطل او مش هنعرف نحل الاجابه؟ لا سهله يا مستر. هنعمل ايه؟ هنيجي نروح قايل له يا باشا انت عندك من الايكويشن بتاعتنا لما هنيجي هنضرب ال 18 باي 2 هتبقى عندك يا باشا الدي 2 الدي بار 2، يعني هتبقى ايكوال 36. ولو عايز اجيب الدي لوحدها هعمل روت لل 36، تطلع عندنا بكام؟ تطلع ب 6 انشز. يبقى احنا كده خلصنا دي.
ده كده القانون الاولاني. ممكن نعملها بطريقه ابسط بكتير، واللي هي اللي انا قلتها لكم فوق. لو هو عاوز الدي هنعمل روت 2 باي الاي، يعني هنروح قايل له كده هنعمل روت ال 2 باي مين الاي عندنا اللي هي ب 18، اللي هي ايكوال روت 36 اللي هي برضو هتطلع ب 6. شفتوا بقى بحاجه بسيطه جدا عرفنا نحل المساله ازاي؟ بدل ما نعمل كل الستبس دي عملنا الستيب اللي انا قلت عليها فين، اللي انا قلت عليها فوق. خلونا بقى بعد كده ننتقل على الحاجه اللي عندنا بعد كده. بعد كده عندنا بقى الترابيزيوم، واحد من اهم الاشكال عندنا. قبل ما نشرح القانون بتاع الاريا بتاعته ناخد حاجه بسيطه، وهو الميدل بيز. لما نيجي نعرف ايه هو الميدل بيز، ده بيبقى عندنا في الترابيزيوم حاجه اسمها الشورتر بيز، وده اللونجر بيز. في بقى حاجه او قانون بنقدر نجيب منه الميدل بيز اللي هو في النص. ايه هو القانون ده يا مستر؟ P1 plus P2 over 2. عايزك تحفظ القانون ده، سيبك من دي دلوقتي هنرجع لها تاني. لما نيجي بقى نرجع بقى نقول يا باشا ايه الاريا بتاعت الترابيزيوم بتاعتنا. الاريا بتاعت الترابيزيوم P1 plus P2 over 2 في الاتش. فاكرين دي؟ احنا لسه قايلينها فوق، هما الاتنين متشابهين. فممكن نعمل حاجة بسيطة، يبقى هي الاريا بتاعت الترابيزيوم B1 plus P2 over 2 في الاتش. بس حاجة بسيطة ان احنا ممكن نشيل B1 plus P2 في الاتش ونحط الميدل في الهايت عادي. يبقى ده ملخص القانون بتاعنا. ولو عاوز اجيب الهايت لوحده تبقى الاريا على الميدل بيز. وفي كمان بقى فوق، نرجع للحته اللي فوق، لو عاوز اجيب الميدل بيز وما عنديش الا الاي والاتش نعمل ايه على اتش يطلع عندنا الميدل بيز. تعالوا بقى ناخد امثله بسيطه نبسط الكلام اللي احنا بنقول عليه ده كله. بيقول لك ترابيزيوم اوف لينس اوف باراليل بيزز 7 و9 ومديك الهايت ب5. هو عاوز الاريا. نيجي نقول له يا باشا انا عارف القانون. القانون بتاعنا بيقول لك ايه؟ ال A equal half P1 plus P2 باي ال H. عندك هنا بقى بيقول لك الهاف ال P1 بكام؟ ب7 بلس ال P2 بكام؟ ب9. الكلام ده كله هنعمله في كام؟ في ال5. يبقى على طول بالآلة بتاعتنا هنعوض ونطلع الإجابة ب 40 سنتيمتر سكوير. سؤال سهل جدا مفهوش مشكلة. نبص بقى على سؤال برضو جميل. بيقول لك اترابيزيوم وذا ميدل بيز 8 فيت ومديك الهايت بكام؟ ب 12. عاوز الاريا. هنا فاكرين ان احنا قلنا فوق هو مدينا ايه؟ هو عاوز الاريا ومدينا الميدل بيز ومدينا الهايت. فاكرين القانون ده؟ هو القانون ده اللي هنستخدمه بكل بساطة. هنقول له يا باشا انت عندك الايه بتاعتك تبقى ايكوال الام في الاتش، فهتبقى ايكوال ال 8 باي 12. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى 96. بكل بساطه احنا كده ايه؟ قلنا اهم الافكار بتاعت الترابيزيوم. بس ناخد مثال مهم جدا عندنا وهو هيلخص لنا فكره الترابيزيوم كامله. بيقول لك a trapezium with area of square meters. بيقول لك one of its bases is 8 متر والهايت 9. عاوز يعرف بقى ايه اللينس بتاع الاذر بيز. مش عايزك بقى تقف او تقول انا مش هعرف احل او اي حاجه. هنا هو مدينا بيز واحد، احنا نقدر نجيب البيز التاني ازاي؟ فاكرين الميدل بيز؟ الميدل بيز بتاعنا ده كان ليه قانون حلو قوي اللي هو الام ايكوال الاي على اتش. واحنا شايفين عندنا هنا الاي بتاعتنا وعندنا الاتش. فنيجي نروح قايل له بص يا باشا الام بتاعتك اللي انت عاوزها، هو مش عاوزها بس احنا هنعرف نحل بيها الجاي. هنقول له يبقى الايه اللي هي كام؟ 63 اوفر ال 9. الكلام ده هيطلع عندنا بكام؟ يطلع ب 7. يبقى بعد ما وصلنا للحاجه دي ايه بقى الميدل بيز يا مستر؟ الميدل بيز بتاعنا اللي هو كان B1 بلس B2 over 2. كل الكلام ده بيساوي مين؟ ال7. بعد ما عرفنا الكلام ده عارفين ان البي 1 بتاعتنا بكام؟ ب 8 متر. فنقوم معوضين يبقى 8 بلس B2 over 2 equal 7. دي 7 over 1. فهنعمل كروس مالتيبليكيشن هنا هيطلع عندنا ايه؟ ال 8 بلس ال B2 equal 14. اي عيل صغير اكيد هيعرف يحل السؤال ده. 8 بلس كام يطلع 14 يا مستر؟ 8 بلس 6. فيبقى عندنا كده، او لو انت مش عارف تعملها هتبقى ال P2 equal ال 14 ماينس ال 8. عشان وديت دي الناحية التانية بالماينس يبقى ال P2 بتاعتنا equal 6. يبقى شايفين الدرس بتاعنا سهل وبسيط ازاي؟ عايزك تقعد مع القوانين وتجرب تحل اكتر من سؤال علشان المعلومة تثبت في دماغك. كده احنا نكون خلصنا الدرس ده. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك علشان ننزل فيديوهات اكتر، وشكرا.